الا كنتي كتظن انك ساليتي فستيف هارفي كيقول لك نوض وبدا دابا. كنعرفوا ان البدايات ما كتعلق لا بسن محدد ولا ببدايه عام جديد ولا بشهر جديد ولا بسيمانه جديده. البدايه كتعلق باللحظه اللي انت فيها، فنوض وبدا دابا. مرحبا بكم في جرعه امل، جرعه تحفيز من كتاب اقفز للمؤلف والشخصيه الرائعه والفكاهي المؤثر بشكل قوي ستيف هارفي. قصه هذا الكتاب هو ان واحد المقطع انتشر لستيف هارفي، كان العنوان ديالو او الموضوع اللي كيهضر عليه هو اقفز، واندهش ستيف هارفي من كميه الناس اللي تواصلوا معاه وشكروه. كاين اللي قال المقطع غير حياتي، وكاين اللي قال انا كنشوف المقطع كل نهار باش كنتحفز، وهو ما فاهم والو. شنو المقطع واش من تحفيز؟ من بعد عاد اتضح ليه انه مقطع تسرب ليه ملي كان كيخاطب الجمهور ديالو في برنامج فاميلي فيود. ستيف هارفي في نهايه حلقه من الحلقات بقى كيخاطب الجمهور اللي كانوا حاضرين في الاستوديو، الكاميرا كانت خدامه، وقال هذا المقطع اللي كان المحور ديالو اقفز، وتفاجأ ان المشاهدات وصلت ل 58 مليون مشاهده على المقطع. طبعا قبل ما تحذفوا شركه ستيف هارفي من اليوتيوب وتاخذ الحقوق ديالها، كيقول ملي عرفت باللي الناس مهتمين لهذه الدرجه بهذا الموضوع قرر انه يزيد يهضر عليه والف كتاب اقفز. هذه هي قصه الكتاب. السؤال اللي غيتبادر للاذهان ديالكم دابا، شنو كاين في هذا المقطع؟ كيقول ستيف هارفي في هذا المقطع اقفز، ما كاينش شي واحد ناجح في هذه الحياه كتشوفه او كتعرفه الا وراه قفز، وداكشي اللي خاصك حتى انت دير خاصك تقفز. كل واحد في هذه الحياه عنده واحد التصور في الدماغ ديالو للحياه اللي بغى يعيشها، الطوموبيل اللي كيحلم يسوقها، الدار اللي كيتمنى يبنيها او يشريها، وكاين اللي كيتصور الفلوس اللي غيوليو عنده، او الزوجه المثاليه اللي بغاها، ولادو اللي غيولدهم ويوفر لهم كل شيء، او مشروع ديال الاحلام ديالو. ويمكن يكون كيتصور المستوى الدراسي اللي كيتمنى يوصل ليه، كاين اللي كيتصور الدوله اللي غادي يهاجر ليها. كلنا عندنا واحد التصور في دماغنا للحياه اللي كنتمناو نعيشوها، حياه افضل. كيقول ما كاينش شي واحد نجح في هذا الكون يوصل لديك الحياه الا وراه قفز نحو هذا التصور اللي في عقله وفي دماغه. وكيقول باللي المعنى ديال القفز هو انك تاخذ الموضوع بجديه وتقفز قفز الثقه وتخاطر وتدير المستحيل باش توصل للاحلام ديالك والتصور اللي في عقلك. وكيقول باللي هذا التصور الله سبحانه وتعالى اللي زرعه في عقلك، وحتى واحد ما يقدر يشوفه كما كتشوفه انت. وهذا علاش ملي كتعاود الاحلام ديالك لشي واحد الا ما عارضك ونقص منك عمره ما كيعاونك ولا يدعمك، والسبب هو انه حتى واحد ما كيمكن له يشوف او يتصور داكشي اللي في دماغك، الاحلام اللي انت كتحلم بهم حتى واحد ما يقدر يشوفهم كما كتشوفهم انت. ومع هذا التصور ربي يعطاك واحد الهديه، وهذه الهديه هي موهبه اللي عطاها لك رب العالمين، وما كاينش شي انسان خلق الله سبحانه وتعالى وخلق فيه الروح بلا موهبه. وكيقول الا كنتي ما عارفش موهبتك فهي الحاجه اللي كتقنها بلا ما تحس بالعيا، واخا ما تكونش كتبغيها. هذه هي الموهبه اللي ربي عطاها لك، وياك تحتقر اي موهبه. كاين الناس الموهبه ديالهم الرسم، كاين اللي الموهبه ديالو التواصل الاجتماعي، كيعرف يهضر مع الناس، كيعرف يتواصل معهم. وكاين اللي الموهبه ديالو الطبخ، وكاين اللي الموهبه ديالو يقاد الجراضي. هذه موهبتك. كيقول كان عندي واحد الصديق فين ما كنا كنبغيو نخرجوا بالليل ما كيبغيش يخرج معنا، كيقول لينا غنعس بكري غدا خدام، نقص عشب السيده شونسون. كيقول كنا كنضحكوا عليه ونستهزئوا منه، اش من خدمه هذه، شحال كتخلص بالسلام عليها باش تفيق ليها الصباح بكري. ولكن هو دابا عنده الشركه لقص العشب في كليفلاند قيمتها 4 مليون دولار. هذه موهبته، منها صنع المعجزات. وكيقول كان عندي واحد الصديق اخر كيعشق غسيل السيارات، كيحماق على شي حاجه سميتها غسيل الطوموبيلات، وهو دابا ولا المدخول ديالو السنوي 800 ألف دولار غير من غسل السيارات. عنده 6 شاحنات يجيك فين ما كنتي ويغسل لك سيارتك بالضبط. هذه موهبته وبها نقص للاحلام ديالو. وكيقول الا كنتي كتعرف ناس يمكن جيرانك عائلتك من المحيط ديالك حققوا نجاحات في حياتهم، راكبين طوموبيلات اللي بغاوها او كيشريو كل عام طوموبيل جديده، كيسافروا خارج البلاد او كيبدلوا تليفوناتهم كل مره، وكاين اللي عنده في كل مدينه دار والله يزيدهم من فضله. كيقول انت ما عليك غير تامن بالتصور اللي في دماغك وتخدم الهبه اللي عطاك الله وتقفز قفز الثقه باش تحقق هذا التصور. ومن بعد قال شوف، باش تبقى في الحياه متعلق بالروتين، تنوض الصباح تمشي للخدمه يمكن ما حاملهاش وماشي بالضروره ما تكونش حاملها، يمكن تكون خدمتك انت كتبغيها ولكن عندك نفس الروتين كتنعس الخدمه الدار ونفس الخلصه في الاخر الشهر، النعاس الخدمه الدار ونفس الخلصه، انت ما عايش، انت فقط كاين في الحياه. كيقول العيش الحقيقي هو انك تقفز
وتخاطر وتطيح وتنوض حتى توصل للحياة اللي انت تصورها في دماغك. ايا كانت هذه الحياة، ايا كان هذا التصور، نهار توصل ليه ديك الساعة انت كتسمى عايش. ومن بعد كيقول لك دير في بالك ان نهار غتقفز، اسمح لي الباراشوت ما غاديش يتحل في المرة الأولى. تصور انك تلاهيتي باراشوت ما تحلش، غادي تطيح وغادي تتلاقى بالحجر وغادي تجرح وحوايجك غيتقطعوا وغتنزف بزاف. ولكن عندي لك وعد من الله سبحانه وتعالى ان الباراشوت اكيد وبالضروره غيتحل في واحد النهار كيف ما كان الحال ومع اي ظرف من الظروف. الا قفزتي اكيد الباراشوت غيجي واحد الوقت ويتحل، مادام غامرتي غيتحل، مادام جربتي نطي وتحطي غيتحل. كيقول هذا الوعد ماشي مني، ولكن هذا وعد من رب العالمين، من الله سبحانه وتعالى. وما كاينش شي واحد قفز الا وحقق هذا الوعد، بشرط ما يستسلمش ابدا وما عمره يفقد الامل انه يقدر يحقق الاحلام ديالو وما يتوقفش على الخدمه والقفز كيف ما كان الحال. ومن بعد قال انت حر، يمكن لك تبقى واقف على الحافه وما تقفزش وتغامر وتبقى في امان، ولكن كان واعدك انك عمرك ما غتوصل للتصور اللي في عقلك وباغي توصل ليه، عمرك غتوصل ليه وانت جالس في بلاصتك ابدا. هذا مقطع يقفز، وهذا الشيء بصح واقعي. الا كان في عقلك واحد التصور الحياه انت باغي تعيشها، احلام انت باغي تحققهم، خاصك تامن بهم وتخدم الموهبه اللي عطاك الله وتقفز قفز الثقه وتخاطر وتجرب. اكيد غادي تعيا وغادي تمل وغادي تطيح وغادي تنوض، ولكن كن واثق انك غادي توصل شي نهار باذن الله. الكتاب باقي مسألة. في الفيديو الجاي غنعرفوا قصة ستيف هارفي وكيفاش قفز ماشي من الفقر وإنما من تحت الفقر، من التشرد، إلى ثروة كتبلغ القيمة ديالها 200 مليون دولار. غنعرفوا الثمن اللي دفعوا مقابل ذلك. كنتمنى أنكم تقفزوا للأحلام ديالكم، التصورات اللي في عقولكم كيف ما كانت الظروف ديالكم. قفزوا وغادي يتحل الباراشوت في واحد النهار. وإلا كنتي كتعرف شي واحد محتاج أنه يقفز ما تبخلش عليه، شارك معاه الفيديو. انتهت جرعة اليوم، إلى فيديو جديد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.